السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المتابعين ونسهام منصور منورين الدنيا كلها. احنا دلوقتي في قرموز، الساعة قرموز، مكان بقى بيتباع الهدوم والستاير والفرش بتاع الانتريهات. اهو بصوا كده الستاير اهي، وشغل جميل زي العسل، ستاير جاهزة كمان. هي الستارة دي بكام لو سمحت؟ لو سمحت الستارة دي بكام؟ 400 جاهزة كده زمان؟ دي 400 جميلة يعني. ده ايه الحاجات على القد في الكشميري اهي اللي هي البنك جميلة. فنبتدي نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا طبعا جايه اجيب حاجات في دماغي علشان نبتدي نفرش بقى رمضان، بس قلت ايه اصور لكم بقى، انتوا بتحبوا الاجواء بتاعت رمضان. تعالوا شوفوا في قرموز، الساعه قرموز الدنيا عامله ازاي، سوق جميل جدا في كل حاجه. عجباني قوي الستاير دي، بس نمشي ونشوف يمكن نلاقي حاجات تانية احسن تعجبنا. خلينا ايه، الوانها جميله على فكره، والله جميله 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 كل الالوانات. لا هي كل واحده لوحدها، دي واحده اهي حلوه قوي. طب وهي خلفيه؟ ليها خلفيه اهي. يعني ايه عاملها فيها؟ عامل لي اثنين هي واحده تمشي كل حاجه حلوه قوي. انا عجباني دي قوي 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 قوي، دي عجباني قوي. طب لو سمحت معلش، عايزه دي لو سمحت، عايزه دي. جاهزه هي على بعضها يا جماعه، حلوه قوي. نفس اللون ده كده؟ ايوه هي دي. معلش حقك عليا، فتعبك يعني، معلش بقول لك حقك عليا، اصلك انت كنت لسه بتركبها فحقك عليا يعني. انا هبرم تاني، عايزه واحده تانيه بس هبرم وارجع لك. عايزه واحده ثانيه نفس اللون؟ لا لون تاني بس هبص كده، لو ما لقيتش حاجه ارجع لك انت تاني اخد. دي واخده 6 متر قماش، 3 ورا و3 قدام. في تفصيلها ولا ثمن قماش؟ انا فاهم، عاجبني. افردي دي كده برضو. تعالي فوق، بص تعالي افردي. بصوا يا جماعه حلوه قوي. سلم ايه؟ 3 ورا و3 قدام. سلم ايدك. دي حلوه، والكشميره دي جميله قوي. هات الكشميره دي. بصي الكشميره جميله جدا، حلوه برضو الكشميره دي ربنا يجعل فرش الحال ان شاء الله. تسلم، ربنا يعزك. حلوه قوي. ماشي، توكلنا على الله. حلوه قوي، جميله جميله الحاجات اللي عندكم كده. بفرجهم لكم في البيت ب 400 صح؟ انا عشان بصور هقلب لكم الكاميرا واصور لكم المكان، او اقول لكم في المكان. هنا ادي الميدان بتاع الساعه اوله، اللي جاي كده قصادنا المنشاه الناحيه الثانيه اهي كده، اللي رايح العطارين. انا اول ما نزلت المحل اهو، بصوا الستاير شكلها جميل ازاي، جميله، الوان جميله، المحل حلو قوي قوي. انا اخدت الاثنين دول، هوريهم لكم في البيت، هيعجبوكم قوي 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 قوي. مبروكين عليك يا تسلم، ربنا يعزك يا رب. تبقى حاجات جميله 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 يعني. هصور لكم بقى، بس ادفع الفلوس وايه ونمشي مع بعض كده. كل حاجه ليها حاجه. عندي ستاير عنده حلوه قوي، عنده قماش كل حاجه بقى. كله هنا يا جماعه ستاير وبطاطين ومفارش للسراير وسجاد ولبس داخلي ولبس خروج، كل حاجه. مكان جميل جدا يعني. احنا هنا كده على كله في الشارع العمومي، احنا لسه بقى ايه ما مشيناش كده جوه يعني.
هخش السوق نفسه. عايزه اجيب هقول لكم عايزه اجيب ايه. عايزه اجيب مفارش علشان السوق. بس حلو قوي، كلام حلو قوي. بكام دي لو سمحت؟ مين اللي هنا؟ 250. عايزة لك كنبة. لا ما عنديش لك كنبة. 52 عجباني دي قوي. عايزه احطها خلفيه ورا البارون. مش عارفه بقى ممكن تنفع خلفيه ورا البارون بقى ولا تحطها زي ستار. 250 صح؟ طيب لو سمحتي هاتي الستاره دي بعد اذنك. استنيني لحظة، تعالي اقول. لحظتين ثلاثه معاكي اهو. لحظتين ثلاثه 4 يا اختي. عجبتني قوي قوي. عايزة الموف صح؟ عايزه الموف دي شكلها حلو قوي. قلت افرجكم بقى. انا طبعا انا جايه اجيب حاجات لفرش رمضان، بس قلت بالمره بقى علشان واحد. بصوا حلوه قوي المفارش دي. بصوا مفارش جميله جميله جميله، بس ده صغير. ده بكام المفرش؟ 100. بس ده صغير مفيش كبير. عندي حاجات كبيره بقى متعلقه ده في 180. ده ما قد ايه في قد ايه ده؟ ده مترين في مترين 20 على سرير متر و20 شويه. بكام قلت؟ كل ده كله جميل لطيف ده الدنيا يعني. الاثنين عندي كده مهيره ب 120 جنيه. ايه؟ مهير ب 120. مهير وريني كده. والله حلو على فكره. ان شاء الله. عايز الكاروت خد الكاروت. حلوين قوي دول. 10 على 10. ده كام قد ايه في قد ايه؟ مترين ب 220 نفس المقاس ده. نفس المقاس. من نوع على الزبي ومفيش حاجه بتخلص، حاجه بتزيد بس يعني. لا مفيش حاجه بتخصص على رأيي. يلا اهي. واخوه كده 4 تاني. بس كده. حاجه تاني؟ لا شكرا. والسر في التفاصيل. اديني بمشيكم بفسحكم معايا يا مضروبين. سلام يا سلام يا سلام. مفارش بقى وحافظات ومكتب وحاجات. انا بسأل على كفر كراسي. قلت له يا سوسو هاتي بنيات. انا بقى دايره الف على كفر الكراسي ده عشان عايزه افرشه لكم في رمضان كده يبقى ايه مختلف. فقالوا لي عند واحد اسمه رأفت زخاري كده عند الساعه. احنا هنا في الساعه كرموز يا جماعه. احنا هنا الساعه كرموز. احلى بقى سوق بقى ودنيا هيصه وزيطه بقى كل حاجه كل حاجه في كل حاجه. انا بمشيكم اهو معاك تتفرجوا على عينك يا تاج. انا راكبه ترماي. لا ده هو
اصبري. جينا البيت يا اختي، الحمد لله على السلامة. هلا يا هلا يا زرع الابتسامة. هلا يا هلا. تحسي ولاد على قد ما انا ما ببقى تعبانة، بس انا نفسيا هنا في اسكندرية انا ببقى احلى كتير. انا ودهب وفريد على فكرة. دودو لما بتيجي هنا بتبقى كائن تاني، فريد لما بيجي هنا بيبقى كائن تاني. نفسي بنبقى بصوا مفيش دوشة، بنبقى مستريحين. المهم طبعا ما عادش في راحة للستات، يا عيني علينا يا عيني غلابة والله العظيم. انا جيت يوم الاربعاء بالليل، نزلت الخميس امبارح معاكم، نزلنا طبعا كان امبارح ما قدرتش لما ارجع اصور. فانا يعني انا صعبانه عليا نفسي. شايفين شكل البيت ده كان متروق، بس احنا طبعا كانت في اخر دوره في الغساله غسلناها ونطورناها هنا علشان ما ننشرهاش فوق او ننشرها بره وتفضل مركونه بره. فنطورناها كده ايه، اختي رشا ايه قبل ما تمشي نطورتها لي. لكن بصراحه كانت هي وموزيزو فرمولي الشقه. هي بس كراكيب بقى، احنا جينا لما جبت بقيه حاجاتي فالمنظر سحله. المهم مش ده الفيديو بتاع الروتين. فيديو روتين هتشوفوه على سهام منصور دردشه في حياتنا. هعمل لهم خيمه رمضانيه في قلب هذا المنزل، هقلب لكم البيت ده خيمه رمضانيه. تعالوا بس اقول لكم سريعا جبنا ايه عشان يبقى ده الفيديو توتال على بعضه. خرجتوا معانا، رحتوا الساعه كرموز، اقول لكم انا جبت ايه من هناك، و نروح بقى على قناه تانية نشوف سوسو هتعمل ايه في بيتها، وتشوفوا بقى البيت من جوه التجديدات الجديده اللي انتوا ما شفتوهاش فاتت. طبعا انا كنت عايزه، انا بصراحه بس الموضوع عايز بقى وقت وتقعدي، عايزه اعمل اكياس مخدات. انا عندي ملايات كتير ملايات، وعندي اكياس خدديات كتير، لكن الاكياس المخدات الطويله دي ما عنديش. بس برضو ما جبتش، ما فصلتش، عايزه اجيب قماش وافصله هناك، في هناك ناس بتفصل. جبت انا بقى مفارش للسراير. نفرح بقى برمضان بقى ودخلت رمضان علينا. فبصراحه الاسعار حلوه والاشياء بتغريكي. انا جبت المفرش ده، جبت 2 شبه بعض اللي هي انا المفارش اللي هوريها لكم دي لسرايرنا انا والبارون، علشان نبقى دايما احنا الاثنين لون بعض. اسكيزوموا يا حبيبه قلبي، لازم السريرين يبقوا لون بعض. جبت بقى اللي هو ايه المفرش ده ب 150. جبت ده للسراير يتفرشوا مفارش كده على السراير ايه فترة البرد دي، جو تلج يا ولاد. جبت 2، الواحد من ده ب 150. ادي واحد، ده هفرشه النهارده ان شاء الله. دول هفرشهم النهارده وانا بروق الاوضه. اوضتي بقى عايزه يعني الله المعين فيها بقى، لان كل كتر ما كنا بنروق هنا اي هدوم دخل جوه، اي شنط دخل جوه، اي حاجات تلزم الاوضه والدولاب دخلها جوه، زائد بقى هدومنا اللي احنا لسه جايين بيها من السفر والدنيا دي. فالاوضه بقى عايزه اعاده تاهيل من اول وجديد. وجبت ده برضو نفس الكلام، اخو اللي هنا ده برضو ب 150. دول دول هفرشهم النهارده. وجبت معاهم كمان يبدلوا كده في شهر رمضان، ابدل معاهم بجد مفرشين تاني كانوا هنا دلوقتي. دي الستاير هوريها لكم حاجه، نخلص من حاجه بس عشان ايه اللي اخلص منه ادخله على جوه. انا والله كانوا هنا. يا عيني على دماغك يا سوسو، يا مسكينه يا سوسو. جبت 2 تاني كاروهات، الواحد ب 120 بقى، لانه مش زي ده، يختلف عن ده. مفارش جبت 2 كاروهات برضو ليا انا وفريد برضو، علشان نبدل فيهم في رمضان برضو للسراير يعني. عشان انا ما عنديش مفارش للسراير نفرشها زي مفارش كده، زي كوفرتا. دول زي الكوفرتات كده.
ما عنديش انا كفايه، فجبت برضو دول يبدلوا مع اللي انا لسه مرهولكم ب 150. دي الواحده ب 120، 2 كراهات. وجبت بقى دول برضو نفس الخامه بتاعت ابو 120. جبت الاتنين دول علشان العيد، عشان العيد يا حبيبتي، لاني انا ناويه اعمل لكم تغيرات في الفرش. اكيد مش هغير السفره ولا اغير الانتريه، يعني احنا ناس على قدنا، فنغير في الفرش بقى. نعمل ايه؟ اطقم فرش مختلفه للسفره، طقم يعني يبقى طقم كامل للانتريه والسفره والستاير. وجبت معاهم برضو ايه للسراير جوه، احنا مش هنعيد السراير، مش هتعيد برضو. فجبت الالوانات دي انا بحبها قوي، فجبت الاتنين دول ان شاء الله للعيد افرشهم برضو على السراير بتاعتي انا والبارون. ادي برضو دول كده الايه المفارش. هحطهم بقى كده علشان ندخلهم جوه. هنقعد بقى ندخل من هنا لجوه علشان نبقى نخش الاوضه نعملها مره واحده. الصاله هنا عايزه شغل كتير قوي قوي، فعايزه اخلصها وبعدين ابقى اقعد في الاوضه كده مع نفسي في الروقان، لان طبعا انتوا عارفين ما بعملش روتين في الاوضه، بس مرتين وريتها لكم وهشوف لو لقيت الدنيا متظبطه بعد ما اخلصها كلها هوريكم الشكل عامل ايه فيها. فعايزه اخلص اروق الدنيا افضي الدنيا عشان عايزه ابتدي اشتغل، نعمل خيمه رمضان ونفرش الشقه، نفرش الصاله ونظبط الدنيا. تمام. جبتي ايه تاني يا سوسو؟ جبتي ايه تاني يا سوسو؟ حاسه ان انا جبت حاجات كتير ليه؟ مش حاسه ان انا الحاجات كتير. جبت الستارتين، جبت ده المفرش ده، بس ده انا بقى ايه جبته فرداني علشان انا هقصه اعمله زي مفارش للكفر اللي انا جبته. انا جبت كفر على فكره، جبت ده اقصه للكنب وللكراسي، اعمله زي للكفر، منه يحمي الكفر ومنه يدي اشكال بقى كده في رمضانيات. مفرش برضو فرداني من ابو 120 برضو. انا عايزه الحاجه اللي هفرشها هنا اخليها في حته جنبي. انا عايزه اخليها فين؟ على السفره. احنا اخر حاجه هنعملها السفره، فنخلي على السفره. تمام، هنحط هنا. جبت برضو هناك لقيت الاطباق الفرداني بقى، فجبت حبه اطباق كده وهشيل بقى الاستانلس اللي في المطبقيه ونحط اطباق بقى رمضان الجميله بقى وايه ونظبظب التظابيط. جبت الصينيه دي بتخش الميكروويف، نسخن فيها فطير، نسخن فيها بيتزا، تسخنوا فيها اي حاجه بتخش. صينيه بتخش، جبتها مش عارفه ب 55 بيتهيألي الصينيه دي، بس خامتها حلوه. وجبت الطبقين دول، السرفيزين دول، الواحد بيتهيألي ب 15 ولا ب 25، بيتهيألي الواحد ب 25 من ده. جبت الاتنين السرفيزين دول، هما اطباق بتنقيها بالطبق يعني كذا، تنقي بقى الوان يعني، تقعدي تجمعي بقى وتنقي وكده. جبت السرفيزين واحد ب 25، جبت الاتنين دول. تمام. وجبت دول للرز برضو بتنقي. تمام. جبت الاتنين اللي لونهم اخضر في اسود دول، وحاولت اوفق بقى ده مع ده، يعني اطباق كده برضو بقى شكلها حلو للايه، للاكل. والله عايزه افتكر الواحد من ده كده، عايزه افتكر الواحد من ده كده. وجبت برضو ده برضو بسيط كده لرز، تحطي سمبوسه، حطي بانيه. جبت برضو من كل نوع طبقين شكل بعض كده، من كل نوع 2 شبه بعض كده. دول هدخلهم المطبخ عشان يبقوا في ايه، في ترتيب المطبخ. حبيبتي كخي عشان فيكي رب يا بابا. وجبت دول علشان لو في خضار، في حاجه في طبيخ كده يبقى برضو ايه. جبت برضو دول 3 هم شبه بعض، وجبت برضو دول الاثنين برضو نفس الكلام، بس بقى مش شبه بعض، واحد احمر وواحد بنفسج علشان ما لقيتش. وجبت الصينيتين دول مثلا لو عندي بقى ايه
اتنين عايزين شاي، اتنين عايزين قهوه، بدل ما اجيب صواني كبيره، ما عنديش صواني صغنطوطه للتقديم، فجبت دي. ايوه جبت دي اهي، وجبت ايه اللي عليها حلو بتاع رمضان كريم دي. دول الحاجات اللي جبتهم للمطبخ، اطباق وكده للمطبخ. عايزه اقول لكم ان انا اصلا خلصت فلوسي في مصر. قلت للبارون النبي يا سي البارون، عايزه يا سي البارون اعمل شغلي. قال لي طب ما تعملي شغل. قلت له ما كل قنوات اليوميات بيفرشوا ويزوقوا ويلونوا ويجيبوا فرش جديد، وانا يا سي البارون، هو دي الكلمه اللي بتعقده دايما، حليات فلوسي يا اخويا بحطها في قلب البيت. يعني ايه بتحطيها في قلب البيت؟ هو انت بتصرفي عليا؟ ونقعد نتخانق يجي 6 ساعات. مش موضوعنا يا اختي، مش موضوعنا. قال لي طب عايزه ايه؟ لما بقول له خلاص يا سي البارون مش عايزه منك حاجه، واعمل نفسي مقموصه وزعلانه كده وخلاص براحتك يا فريد مش عايزه حاجه هنقضيها بالليله، يرجع يقول لي ايه طب عايزه ايه؟ اصل انا بشيل الفلوس عشان اعمل الشقه اللي فوق. قعدت اضحك، قلت له ما انت المره اللي فاتت قعدت برضه تقول لي يا سوسو معلش يا سوسو خليها عليكي، نبقى نكمل اللي انت عايزاه واحده واحده. يا سوسو بقى بشيل الشقه اللي فوق وكلهم اتسرقوا. فياسي البارون الله يخليك بقيت اتعقد من كلمه بشيل الشقه اللي فوق. سيبني يا اخويا خليني افرح واعيش بقى، انا عايزه اجيب حبه حاجات. فبصراحه رحت بقى واخده من فلوس البارون. يا عيني اسكتوا، ما هو قبض الشهر ده بردك زيي، احنا الاثنين قبض، احنا الاثنين. وجبت بقى مفرشين، واحد للسفره علشان بقى نظبط التظابيط. جبت للسفره ده حلو قوي قوي قوي، بكام يا ربي؟ ب 120. جبت ده للسفره اهو، جبت ده للسفره تمام، عشان جبت لها كفرات بني. مش كنتوا قاعدين تقولوا لي يا سوسو هاتي كفرات بني لكراسي السفره عشان ما ينفعش كشميري مع بنياتي، فخلي كل بني. فانا قررت يا جماعه ان انا بعد كده هلعب في الفرش. يعني لو انا حابه الكشميري اجيب لي الانتريه حاجه ايه فيها جنزاري كشميري، ويبقى مع كراسي السفره نلعب في الكفرات. يعني مننا كاننا بنجدد، ومنك ما بتكلفيش حالك ان انت عايزه تغيري الانتريه، شكل الانتريه عايزه اجيب الشكل الكشميري، لا عايزه اجيب الشكل البنياتي، لا العبي في الايه، العبي في الكفرات كانك بتغيري وبتجددي وزي الفل برضه. وفي الغالي وفي المتوسط وفي الرخيص. انا ممكن اروح اجيب مفرش ب 120 للسرير، في حد يروح يجيبه ب 500 جنيه وب 600 جنيه، في حد يروح يجيبه ب 1000 جنيه. كل بني ادم يتبسط ويفرش ويكسي بيته على قد امكانياته. وكمان ده احنا في نعمه زي الفل. جبت المفرش دوت للسفره، وجبت كمان المفرش ده برضو اخوه اهو قريب منه يعني للترابيزه اللي نحطها ناكل عليها في رمضان قدام الشاشه، علشان نتفرج على رامز. مش عارفه ايه حكايه رامز دي، فعشان نبقى نتفرج على رامز كده على الفطار في رمضان، فهنعمل قاعده قدام الشاشه هتشوفوها في التركيبات في روتين سوس. تمام. انا عايزه وجبت بقى الكفر البني ده للانتريه، يا رب يجي حلو عليه، لان طبعا انتوا عارفين الكفرات بيبقى الظهر كله متنجد مفيش خشب. انا الانتريه بتاعي القوايم بتاعته فيها خشب، فهنحاول نظبط الكفر ويبقى برده حلو يحميه. هو ده بقى اللي انا بقول لكم، نلعب في الوان الكفرات، زي ما نجيب للانتريه نجيب للسفره نفس الالوان القريبه منه، نفس الستاره، فتبقى الدنيا حلوه قوي. انا جبت الكفر ده بني، ده هنفرشه برده ان شاء الله نرمضان بيه باذن الله. هنفرشه مع بعض، مش عشان هو واسع وكبير قوي، هنبقى نفرشه فهتشوفوه معايا في الروتينات بتاعه على القناه الثانيه، على قناه سهام منصور دردشه هنفرش النهارده. فجبت الكفر ده ب 1000 جنيه، كنبتين، كنبه كبيره وكنبه الوسط والكرسيين اهو تمام. واحنا قلنا اللي هنشتغل بيه هنحطه على السفره اهو كده. وجبت كمان كفرات للكراسي بتاعه السفره اهو، ادي الكفر والمفرش برده نفس اللون فيه البنيات، فهيبقى كله لايق مع بعضه مع البني بتاع الكفر بتاع الانتريه. وحتى لو ما فيش كفر للانتريه، الانتريه برده مدي على بيجيهات، فيبقى حلو قوي كل البنيات.
فجبت ما لقيتش بقى ايه كذا لون بني في البيجات اشكل، فما لقيتش الا السته شبه بعض، فجبت اللون البنيات للسفره ب 350 جنيه السته. تمام، جبت السته ب 350. شبرقت على حاجه. هنفرش برضو مع بعض، انا بس بوريكم الاول وبعدين ان شاء الله هنفرش. جبت بقى اشياء وشغل رمضان، خيمه رمضان اللي هنقلبها خيمه رمضان. هوزعهم طبعا بشبه في اماكن مختلفه عشان تبقوا في خيمه رمضان. هتخشوا شقه سوسو تلاقوها خيمه رمضان كلها. جبت مفارش زي كده، ستاير ومفارش زي كده لرمضان، لخلفيه البارون والمكتب البارون وخلفيات في الصاله. مش هحطهم مفارش، هعملهم زي ستاير خلفيات عشان هنعمل خيمه رمضان. وهتخشوا على سوسو ان شاء الله تلاقوا خيمه الرمضانيه بتاعه سوسو. ودي الستاره الكبيره، دي ستاره على فكره ممكن احطها عند الباب اللي هناك ده، بس انا علشان جايبه ستاره زي بنيات زي فرش الكفر فهنفرشها واعمل دي خلفيه رمضان، ونبقى نشيلها ونبقى نفرشهم ان شاء الله ان كان لينا عمر رمضان الجاي، بس يعني هحافظ عليهم نشيلهم. دي برده ستاره رمضانيه اهي، ستاره رمضانيه اهي. فانا مستنيه بس الناس اللي بره يصحوا يجيبوا لي شنيور وكده عشان نبتدي نشتغل ونعمل شغل وزينه رمضان في قلب البيت. كل سنه وانتم طيبين. طبعا انا متاخره، حقكم عليا، انتوا عارفين ان انا جايه من القاهره اول امبارح يوم الاربعاء، النهارده الجمعه وبكره رمضان. كل سنه وانتم طيبين. فانا والله العظيم انا ما ريحت، مش عارفه اصلا هريح امتى، بس ممكن اريح بكره، لان انا النهارده برضو هجهز اشياء رمضان اللي هي بتاعه الاكل وكده في الليل كده وانا سهرانايه. فان شاء الله بكره بقى يبقى ما قداميش غير ان انا ايه اسوي الاكل وخلاص على كده. فبس محتاجه ان انا اطلع النهارده اجيب حبه حاجات عندنا. كل سنه وانتم طيبين. عندنا بطايه اللي احنا جايبينها من اوكازيون بقالها 600 سنه في الثلاجه، فهي دي ان شاء الله اللي هنفتتح بيها رمضان بكره باذن الله. لا هقول لكم هعمل اكل ايه اول يوم رمضان على سهام دردشه عشان ايه مفيش حاجه تروح لحاجه. وعملنا وجبنا دي كمان، هقول لكم برضه هنبقى نحطها ازاي. يعني دول بقى شغل رمضان. تمام. وجبت طبعا كمان للمخدات اكياس رمضانيه من هذا الشكل. كنت اشتريتهم بصراحه، وبعد ما اشتريتهم لقيت اكياس تانية دي اللي انا كنت بدور عليها وعايزاها، فجبت دول وجبت دول. يعني انا اشتريت دول الاول. مش عارفه الواحد كان بكام يا رب، عايزه افتكر الواحد كان بكام، مش قادره افتكر، بس اللي انا فاكراني ده كان الواحد ب 45 و50 وكده، كان في منه ب 45 في 50. جبت دول انا بقى رمضان جانا، دول جايباهم من القاهره على فكره، من الحاجات اللي انا قلت لكم في الفيديو اللي انا جبتها من القاهره. بقيت كل ما الاقي حاجه تشدني عايزه في الفرش اجيبها. ودول كمان جبتهم من القاهره، هيليقوا قوي مع الكفر البني اللي احنا جايبينه، وكل الالوانات تبقى ماشيه ببعضها، وهنبقى في خيمه رمضان ان شاء الله تتبسطوا قوي 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 معانا. الواحد من ده في منه اللي ب 45 وفي منه اللي ب 50، انما ده بيتهيألي الواحد كان مش عارفه ب 20 ب 15 حاجه زي كده، الواحد بيتهيألي كان ب 15. تمام. وجبت اهو كده اللي هو ده بيتهيألي من ابو 50، بيتهيألي ب 50 اهو، عشان انا بقول لكم كان في حاجه ب 45 في حاجه ب 50 اهو. 50 ده ب 50 اهو. فاهو كلها رمضان، هنقلب لكم خيمه رمضان النهارده ان شاء الله. وجبت المفرش ده للسفره، كنت جايباه للسفره دي احطه كده في رمضان، فممكن احط ده برضو، كنت جايباه علشان للسفره برضو، بس كنت جايباه من القاهره مع المخدات دي لرمضان برضو للسفره، فممكن نحط ده على مكتب سيلبرون. حلوه برضو، فكره حلوه. هنعمل رمضان، هنعمل خيمه رمضان، يعني هنا كل ده هيتوزع على الشقه النهارده واحنا بنرتب كده بنروق، هنوزع كل ده على الشقه اهو. وجبت دي كمان اهي،
انا ممكن بقى افرش حاجه رمضان، والمفارش الجديده دي ممكن اشيلها للعيد على فكره، يعني ممكن اشيل المفارش دي للعيد وافرش بقيه المفارش دي على الترابيزات في رمضان. هنشوف مع بعض واحنا بنفرش، لان انتوا عارفين طبعا الواحد بيقعد ياخد كذا قرار ويشيل ويحط، فالدنيا ان شاء الله هتبان معانا في الفرش وكل حاجه هتبقى زي الفل. تمام. جبتي ايه تاني يا سوسو؟ ثواني احط الشاحن عشان التليفون فصل في، يعني طفي كده. جيب الشاحن احطه فيه. حطينا الشاحن. دي جلابيه البت رشا البكابوزه، قلت لها وانا بغسلها هدومها، قلت لها عندك جلابيه سمرا كده نصين عجباني قوي، قالت لي خديها مش بلبسها، قلت لها هاتيها دي حلوه قوي اشتغل فيها في الشغل، حلوه قوي قوي، عامله زي الحرير فمش بتلزق في الجسم. بصوا عامله ازاي، حلوه قوي، عامله زي الفراشه كده بس ايه، جميله حلوه عجباني يعني مريحه يعني. وادتني واحده تانية الله يسترها ربنا، فاحنا بنقعد ناخد وندي مع بعض في الاسدالات يعني. تمام. جبنا ايه تاني؟ الحمد لله الشيطان الرجيم. طبعا دول كلهم من الحاجات اللي انا بقول لكم اللي اشتريتهم الاول، بعد كده لما لقيت قماش فقلت اجيب القماش يعني، بس برضه هنحطهم وهننبسط يعني. وجبت فانوس رمضان بس ما فيهوش لمبه، عايزه اجيب واحد فيه لمبه. بصوا جبت فانوس رمضان. اهلا رمضان قولوا معانا اهلا. اعمل انواع على فكره، ممكن اعمل له لمبه وابقى احطه جنب البارون، لاني هعمل برضه للبارون اللوكيشن حلو ان شاء الله يعجبكم في رمضان. اهلا رمضان. ده جايباه من مصر على فكره يا جماعه، حاجاتي جايباها من مصر جايه معايا من مصر. قولوا معانا اهلا رمضان جانا، رمضان جانا خليه هلاله. وجبت الاشياء دي ها، بس عايزه اعرف دي بقى ايه بتتوزع ازاي، مش عايزه افكها بس عايزه افرجكم بقى. رمضان يا حبيبي عليكي يا سوسو، مش عارفه تفكي منين. رمضان جانا اهلا رمضان قولوا معانا. اهلا رمضان. ليه امال هي بتتعمل ازاي؟ ليه هي كده؟ قالوا لي بتتعلق، قالوا لي بتتعلق، انا اللي هربطها يعني ولا ايه؟ قالوا لي بتتعلق بس انا مش عارفه هي بتتعلق ازاي. هما مديني شريط اهو، دي عايزه موال، دي عايزه تتفهم بقى عشان نشوف ايه دنيتها ايه وبتتعلق ازاي، بس دي حكايه. ماشي نبقى نشوف دنيتها يعني، نشوف هتتعلق ازاي. خليهم هنا كده لحد ما ايه نفهم ايه حكايتهم يعني، لان انا مش فاهمه ايه ليهم طريقه بتتعلق بيها، بس طبعا انا مش قادره اجيبها، فهنشوفها دلوقتي. وب 30 جنيه الواحده من دي، نشوفها ونعلقها. وجبت ده كمان البني ماشي. انا بقى في حاجات تانية انا فاكره ان انا جايباها بس مش عارفه هي فين. ايوه دي جايباها من مصر. طبعا ده انا وريته لكم، انا وريتكم طبعا ده، وريت لكم في لايف الصينيه دي الصينيه دي بالشفشق بتاع رمضان. تمام. نخليهم في المطبخ، حاطين المطبخ في المطبخ عشان نعمل روتين المطبخ بقى ان شاء الله. عشان انا فاكره ان انا جايبه حاجات تانية للزينه والكلام ده. وده برضو كنت عايزه اجيبه مفرش لمكتب البارون، فاحنا ممكن نحط ده بقى، مش عارفه انا جبت مفارش كتيره، نحط مفرش ده لمكتب البارون بقى. تمام. هنخلي كل هنا لا هنحتاجه مش هنحتاجه. انا جايبه دي بقى علشان احطها قدامي على ظهر البوتاجاز رمضان كريم، اللي هي دي ستيكر، احطها على ظهر البوتاجاز عشان تبقى شكلها حلو، ف هتبقى حلوه قوي 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 قوي.
هتبقى جميله. هنخش نعمل روتين في المطبخ ونفرشها مع بعض. جايبه كمان دول دول جبتهم من السوق عندنا لما كنا مع بعض في لايف ورحنا السوق. جبت دول. دي بقى ايه؟ دي عباره عن مبخره تمام. دي عباره بس يعني بصوا اتقشطت ازاي من البهدله، لا حول ولا قوه الا بالله. دي للمبخره تمام. وجايبه لها احطهم بقى على الميكروف لان في ميكروف انتوا مش واخدين بالكم منه، هبقى لكم في الترتيبات. وجبت كمان الكنكه دي والفنجان ده يتحطوا زي ديكوريشن كده في اي مكان هنا. هوريه لكم دلوقتي. فبرضه ندخلهم المطبخ لحد ما نشوف هنحطهم فين. سمال على ام سمال. وجبت بقول لكم والله العظيم يعني انا جبت حاجات من مكان اللي هو اهو والله العظيم حاجه مش فاهمه. مفرش تاني اهو، ده فريد ربنا اكرمه بمفارش كتير للمكتب بتاعه. بس انا بحب دايما احط على المكتب بتاع فريد مفارش. فمفيش مشكله نبدل فيهم طول الوقت. المكتب فريد اشيل واحد احط واحد، لان انا بحب احط على مكتب فريد دايما مفرش، وهو اتعود على كده يعني. لان المكتب مش جديد قوي بس انا بحب احط عليه مفرش بشكل برضه حلو يعني. وجبت ده، ما انا بقول لكم هقلب لكم دي خيمه رمضان. بيتنا ده النهارده هيبقى النهارده خيمه رمضان. واللي عايز يجي يحجز عندنا في خيمه رمضان والله ما عندي مشكله. صدقوا فكره لطيفه. اللي عايز يحجز ياكل اكل بالتليفون رقمي على لمحه ويجي يتعزم عندنا هنا، بس تدفعوا فلوس الخيمه. انتوا معزومين في خيمه البارون. فانا هستثمر هذا المكان اعمله خيمه. وجايبه بقى طبعا الليد اللي بينور اللي هو الهلال والنجمه، وده هنركبه برده بس مستنيه الولد لما يجي. عادش في حاجه هنا تاني خلاص. دي كلها اشياء رمضان خلاص كده. ودي هدومنا بقى. وريتكم الستاير، ما وريتكمش الستاير الصراحه، نخليها لكم اخر حاجه. جبت الستاره دي اللي هنا بقى، اللي خايلاكي دي خايلاكوا وخايلاني لازم نركبها ستاره حلوه. فانا جبت الستاره دي البنيات للبنيات بقى. هنقلب النهارده البيت كله هيبقى بنيات ان شاء الله، يبقى جميل. جبت الستاره دي ب 400 جنيه الواحده اهي. دي الطقم البني، عشان قلت لكم احنا هنحاول نلعب في الالوانيات في الكفرات والستاير، وكاننا بنجدد، لان التجديد حلو في حد ذاته. فانك انت تبقى طول الوقت في مكان لما تتفرش هتشوفوها وهتعجب. انكم طول الوقت تبقوا في مكان لون واحد ممكن تتضايقوا، فنغير في الكفرات شكلها يبقى حلو قوي. تشيلي لون تحطي لون فتحسي بالتغيير، ويتغسل ويتفرش نفس الحكايه. فهتبقي مبسوطه قوي. فانا جبت دي هنفرشها بقى، ده فرش رمضان البنيات رمضان. وانا عشان بحب الكشميرات بقى والكلام الحلو ده كله، فانا هجيب طقم كشميري للانتريه وللسفره، كفر كراسي للسفره وللانتريه كشميري في العيد على دخله العيد باذن الله. فعشان ما كانش معايا فلوس كفايه فجبت الستاره وجبت المفرشين بتوع اوضه النوم اللي انا وريته لكم، اللي هو الفوشيهات والبينكات الالوان دي. فجبت الستاره دي للعيد ان شاء الله، وربنا يكرم وييسر الامور. واجيب طقم للكراسي واجيب طقم للانتريك فيه كشميري وكده، ونفرح ونتبسط ونغير برده في العيد طقم جديد في العيد برده ونغير. فجبت الستاره دي برده لانها عجبتني، نفس الستايل على فكره يا جماعه. الامور في بساطتها حلوه يعني، نفس الستايل. فانا بقى ان شاء الله هروح اجيب ماسوره للبتاعه دي، ونجيب شنيور، ويجي الراجل ايه يركبهم لنا. فالستاره دي مش هتعرفوا تشوفوا شكلها الحلو الا لما تتفرد، بس دي للعيد ان شاء الله. الكشميري دي للعيد. اما البني دي مين؟ صباح النور وانتي طيبه يا عمري. حاضر. جيراننا بيدعوا عليا عايزين يسلموا عليا، هروح اسلم عليهم واجي. سلمنا بقى على جيراننا وقالوا لنا كل سنه وانتم طيبين، وقلنا لهم كل سنه وانتم طيبين، لان انا قافله باب الجنينه فعايزه اركب جرس بقى، عشان اللي يبقى واقف بره في اخر الدنيا يرن لي الجرس من هنا اسمعه. شفتوا بقى الدماغات؟ هتشوفوا كل الاشياء الحلوه لما نخلص. شوفوا قصر البارون وصل ليه. اظن شفتوا معانا كل مشترياتنا. انا جبت كمان هنا طقطقتين تاني صغيرين برضو
نحطهم على الترابيزات الصغيره. هنفرش كل حاجه عشان احطها برده. عندي ترابيزه كده ما بين السريرين عاملاها بالطوب، والله عاملاها بالطوب، وهغير الطوب اجيب طوب احلى عشان اعملها دورين يا سوسو يا قروبه. والله اعملها دورين وهتشوفي سوسو واختراعات سوسو. فيلا بينا بقى كده، شفتوا كل مشترياتنا معانا، فيلا بينا بقى عشان نبتدي نهم كده ونشوف دنيتنا فيها ايه. وكل سنه وانتم طيبين. اللي عايز يشوف خيمه سوسو اللي هتجهزها في رمضان يشوف الفيديوهات اللي على سهام منصور دردشه في حياتنا. اشكركم جدا جدا يا كنوز سهام منصور. دلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.